وتدي وقتك وراحتك اللي بتديها في المسلسلات او الافلام بتديه في النوم، تدي جسمك كده ان لبدنك عليك حق زي ما النبي عليه الصلاه والسلام بيامرنا. بالنسبه لك بتدي له حقه في النوم وفي الراحه وفي كل حاجه، فبتلاقي الدنيا معاك الموضوع تركيز، عايز تصحى بدري، انت فايق، بيجي لك افكار، بتستغل الافكار اللي بتجي لك وهكذا. بالنسبه لك مثلا زي مثلا موضوع شرب الحاجات الغازيه المعلبه اللي كان الواحد دايما بيقعد يشربها للاسف باستمرار ومن غير ما يحس وهو مش فاهم مدى ضررها عليه قدام عامل ازاي. تعالى فكر تستبدلها كده بالميه، تشرب لك كده لتر ونص ميه في اليوم مكان المشروبات الغازيه، ويا سيدي اسبوعيا كده كافئ نفسك بحاجه انت بتحبها من المشروبات الغازيه، شوف هتفرق معاك ازاي. حاول تستبدل كده الخروجات الزياده اللي عمالة على بطال اللي هي الروتينيه، زي وليكن على سبيل المثال قعده القهوه اللي بتقعدها مثلا مع اصحابك كل يوم. انا مش فاهم فين المتعه لما اروح اقعد مع اصحابي